براند مصري جديد بيعمل مناديل حلوة قوي ومتنافس المستورد، والطباعة فيها حلوة قوي. انا لسه عاملة اوردر حالا، هوريكم الاشكال. بصوا الاشكال والطباعة حلوة قوي. الكتالوج كمان مليان باشكال كتير قوي قوي. هم اسمهم بريتي اي جي، بس هما مش بيبيعوا منديل واتنين وكده، لازم الاوردر يكون كبير، فيا اما تتجمعوا كذا واحد مع بعض يعملوا اوردر، او بيوصلوكوا باقرب مورد ليهم قريبين منكم، يعني تطلبوا منهم المناديل. كل منديل بيبقى ليه الرقم بتاعه. يعني ده مثلا في 16، هنا ده في او 3. وعندهم الكتالوج ما شاء الله حلو قوي. حتى المنديل الواحد ممكن يكون فيه اكتر من تصميم ماتشنج مع بعض. انا بصراحة ما قدرتش اقاوم وجبت كمية كبيرة، وبرضو عشان نشتغل بيهم في الورش، ولو حد عايز برضو ممكن يعمل اوردر. انا ببيع الاتنين منديل ب35. في كمان عندهم ورق ذهب وورق فضة، وهوريكم برضو وانا بشتغل بيهم ان شاء الله فيديوز كده هتعجبكم باذن الله. عندهم برضو ورق ترانسفير. يعني عايزين بقى نشجع الشغل المصري بتاعنا، وطبعا اسعارهم حلوة قوي. هو الورق الذهب وورق الفضة مفيش غير E3 بيتباع ب70. اشكال بصراحة كتير قوي. وطبعا انتم بتطلبوا كمان اوردر كبير بيجيب لكم وبيعمل لكم خصم، بس لازم الاوردر يكون في حدود 2000. فالواحد اصلا بيفتكر ان هو كده محتاج يجيب حاجات كتير جدا، لكن في الحقيقة هيلاقي انه لو طلب 10 مناديل على مثلا واحد ترانسفير على كام ورقة ذهب، هيلاقي نفسه وجمع مثلا 6 من اصحابه ولا حاجة هيكملوا الاوردر. بس بصراحة الاشكال حلوة قوي ما شاء الله، ربنا يوفقهم يا رب. برضه هوريكم هشتغل بيهم على مجات وعلى سبرتيات وكنك، وعلى لان هم حتى بيعملوا الحاجه فيها كذا مقاس. يعني دي مثلا برضه كنت اشتغلت بيها قبل كده، بيعملوا مقاس صغير كبير واصغر، ومن جوه كمان في اصغر. ممكن كمان عاملين هنا وردات صغيره جدا. في برضو شكل انا جايباه الاكبر منها بس في منديل تاني. او مثلا ده التصميم الكبير خالص منه، والوسط كمان الصغير قوي في منديل تاني. عندهم بصراحة تشكيلة كبيرة، حاجات فينتج، حاجات حيوانات، حاجات ورود، حاجات باترن كده إسلامية شوية. اللي عندهم تصاميم بصراحة جميلة، ربنا يوفقهم يا رب. وينجح عندهم كمان ترانسفير، فدي برضو حاجة جميلة. واللي محتاج برضو حاجة يبعتلي. والورق الذهب والفضة. وعجبكم الفيديو متنسوش دعوة حلوة ولايك وفولو وسيف. شكرا.